لكن خليني لو قلنا او اتكلمنا عن الام، كلمه الام دي هم حرفين، يعني الف ميم، بس فيهم حاجات كتير جدا او بيحملوا وبيحتووا على معاني كتير جدا: الحب، الحنان، الامان، الدفء، التضحيه، الخوف، حاجات كتير جدا الحقيقه الام دايما بتبقى حساها ناحيه ولادها. ولو عايزين نسال او نعرف قيمه، او حضرتك تعرفي قيمه والدتك او امك، ممكن نسال حد، واحده او واحد توفاها امها، توفاها الله. ممكن ما نبقاش عارفين يا كريم قيمه امهاتنا هم عايشين، وبنقعد نقول احنا هنبقى نكلمهم بكره، هنبقى نروح لهم بكره، لكن اول ما ربنا بيفتكرهم بنقعد نقول يا ريتنا كنا عملنا، يا ريتنا كنا رحنا، يا ريتنا كنا سالنا. اي حد بيتفرج عليا دلوقتي، انتوا كل يوم كده تروحوا تبوسوا ايد امكم وتتمنوا بس رضاها، وتطلبوا كده ان هي تقعد طول ما هي قاعده تدعي لكم. عايزه اقول لكم ان يمكن كمان كان ترند منتشر كده من فتره اسمها امك هو جيشك. الترند ده الحقيقه كان ترند جميل جدا. دايما واحنا صغيرين لما بابايا او اي اب بيجي مثلا عايز، بنتخانق فيجي عايز يحدفني بحاجه، عايز يضربني، فبستخباش غير ورا امي، يعني اروح جايه ورا مامي كده واروح مستخبيه. هي بجد جيشي، هي اللي بتحميني. طبعا. في المدرسه ابقى راجعه من المدرسه، مدرس ضربني، زعق لي، اي حاجه، برجع اشتكي لها وانا عارفه ومتاكده ان هي هتاخد لي حقي. طبعا في جيش فعلا واقف ورايا. في التمارين انا حتى مع ابني يمكن يعني ممكن انا اشد عليه. عندنا مثل كده بيقول لك ايه: انادي على ابني لكن اكره اللي يقول عليه امين. طبعا. فانا اشد عليه، لكن حد ثاني يشد عليه لا، اقف له، وهو يبقى متاكد وعارف ان انا فعلا هاخد له حقه.